ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن افلام انيميشن كلنا نفسنا يتعمل لها جزء تاني. كم مره كنت قاعد بتتفرج على فيلم انيميشن من ديزني وبيكسار او حتى دريم ووركس وكان نفسك يتعمل له جزء تاني من كتر ما الفيلم عجبك او حاسس مثلا ان ينفع فعلا يتعمل له جزء تاني؟ ودي هي فكره فيديو النهارده واللي هكلمك فيها عن افلام كلنا نفسنا يتعمل لها جزء تاني برغم ان ما تعلنش ان هيتعمل لها جزء تاني ولا حتى الشركه فكرت في كده، بس يظل تمني كده. انا ابراهيم او فريزلك، ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الفيديو ده. كوكو ده حاله لوحدها. بيكسار هنا عملت فيلم بيخترق مشاعرك بدون استئذان. الفكره كلها بتلعب على الحبل الحساس اللي بين الحياه والموت، بس المنظور ده فيه مبهج بشكل غريب. الفيلم قدر يخلينا نعشق عيله ريفيرا رغم قسوتهم في الاول على ميجل ومنعهم للموسيقى. التفاصيل البصريه لعالم الاموات والجسور اللي مبنيه من اوراق الورد البرتقاني عملت ابهار بصري ملوش مثيل، بس السعر الحقيقي كان في الجرعه العاطفيه اللي بتزيد مع كل دقيقه. احنا مش بس اتعاطفنا مع ميجل الشغوف، احنا اتكسرنا حرفيا مع قصه هيكتور اللي كان هيموت الموتة التانية ويختفي تماما مجرد ان مفيش حد في عالم الاحياء فاكره او حاطط صورته. وطبعا مشهد النهايه لما ميجل رجع بالجيتار وقع تحت رجل جدته العجوز ماما كوكو اللي غاب عن الدنيا وبدا يغني لها ريمبر مي بصوت مخنوق بالدموع، والجده ملامحها بدات تتغير وتفتكر وتغني معاه. المشهد ده لوحده قادر يخلي اكتر شخص جامد في الدنيا يعيط. الفيلم وصل لمرحله مرعبه من الرسائل الانسانيه في نفس الوقت. احنا مش بنموت لما ندفن، احنا بنموت لما اللي بنحبهم ينسونا. ودي كانت رساله جامده جدا من الفيلم، وللجمهور نفسه في جزء تاني لفيلم زي ده، لان الفيلم قفل بنهايه حلوه بس سابتنا برضو عطشانين لعالمهم. احنا شفنا الجده كوكو في اخر الفيلم وهي اتجمعت مع ابوها وامها في عالم الاموات، واللعنه اتفكت عن العيله والموسيقى رجعت للبيت. الجمهور دلوقتي عايز يشوف شكل الحياه دي بعد سنين. كمان العلاقه والروابط اللي اتفتحت بين عالم الاحياء والاموات خلت الناس تسال هل ميجل هيفضل هو الوحيد اللي قادر يربط بين العالمين، وهل هيفضل محتفظ بالسر ده لوحده؟ خلينا نتوقع السيناريو مع بعض. ايه اللي هيحصل مثلا لو اتعمل جزء تاني؟ ممكن تكون الاحداث تتحرك بعد حوالي 7 أو 8 سنين. ميجل مثلا ما بقاش طفل صغير، بقى شاب عنده 20 سنه وبقى هو واجهة العيله الموسيقيه وبيشارك في مهرجانات المكسيك الكبيره. بس مع الكبر بتيجي مشاكل تانية، الشهره وضغوط الحياه، وممكن تظهر ازمه تخليه يفقد شغفه بالموسيقى او يحس انه مش قادر يقدم حاجه جديده. والازمه هتبدا لما تظهر قريبه صغيره في العيله، مثلا اخت ميجل الصغيره اللي ظهرت في نهايه الفيلم وهي طفله وتكتشف سر الجيتار القديم او تدخل عالم الاموات بالغلط. المره دي ميجل مش هيدخل عشان يهرب من اهله، ده هيدخل كمرشد ومسؤول عشان يحمي اخته ويرجعها. في عالم الاموات هنشوف التغييرات اللي حصلت. الجده كوكو بقت هي اللي بتدير العيله هناك مع هيكتور وإيميلدا، والحبكه ممكن تدور حوالين اغنيه مفقوده او سر قديم خالص يخص تاريخ الموسيقى في بلدتك. والرحله دي هتكون عشان ميجل يسترد شغفه وروحه اللي ضاعت في زحمه كبر السن والشهره. الفيلم ممكن يلعب على فكره المسؤوليه ونقل الخبره الاجيال الجديده، وطبعا مش هيخلو من الاغاني اللي فعلا بتلمس الروح. ما تنساش برضو تكتب لي توقعك انت لاحداث الفيلم في كومنتات، اكتب اي حاجه عادي. لو سالت اي حد عن فيلم اب، اول حاجه هتيجي في باله هو اول 10 دقايق. بيكسار قدمت قصه سينمائيه صامته تقريبا لخصت فيها حياه كامله من الحب، الفرح، الصدمه، الحزن. احنا شفنا كارل وإلي من وهم اطفال بيحلموا بالمغامره لغايه ما اتجوزوا وعاشوا مع بعض واكتشفوا انهم مش هيخلفوا، وشان عمرهم بيروح في تصليح البيت لغايه ما إلي ماتت وسابته لوحده. ال10 دقايق دول دمروا الجمهور عاطفيا وخلوا اي حد يقف في صف الراجل العجوز الكشر ده وهو بيرفض يبيع بيته. وصدقني دمج الموسيقى اللي كانت محطوطه واللي موجوده في دماغنا حتى الان ساعدت في توصيل ال10 دقايق دول. المتعه الحقيقيه بدات لما البيت ضرب بالبلالين، والمفارقه بين عجوز اتقفل على حزنه وطفل ممتلئ بطاقه والبراءه زي راسل، والكلب دوب اللي بيتكلم بجهاز. الفيلم ما كانش مجرد في شلالات الفردوس، ده كان رحله علاج نفسي لكارل عشان يفهم ان إلي عاشت مغامراتها كبيره بمجرد انها كانت معاه، وان الحياه لازم تستمر وما يقفلش قلبه. وليه الجمهور نفسه في جزء تاني؟ لان النهايه سابت كارل وهو لقى عيله جديده في راسل والكلب دوج. احنا شفناهم وهم بياكلوا ايس كريم في الاخر وبيعدوا العربيات، بس العلاقه دي لسه فيها كلام كتير يتقال. راسل طفل محروم من الاب، ابوه دايما مشغول ومش فاضيله، وكارل راجل اتحرم من الاطفال. الرابطه اللي بينهم دي رابطه انسانيه
كيمياء رهيبه، والناس نفسها تشوف العلاقه دي وهي بتتطور لما راسل يكبر، وازاي كارل هيتعامل مع فكره انه بيكبر في السن اكتر وصحته بتضعف. وبالنسبه مثلا للجزء الثاني هيكون عامل ازاي، الفيلم ممكن يبدا وراسل بقى مراهق عنده مثلا 16 سنه وبيمر بمرحله صعبه وتخبط، وعلاقته بابوه الحقيقيه باظت تماما. كارل هنا عايش في بيته الجديد او البيت القديم اللي رجع بناه تاني، وصحته تقلت، بس لسه هو الملجأ الوحيد لراسل. راسل بيقرر يدخل مسابقه استكشافيه كبيره وصعبه جدا في غابات مجهوله عشان يثبت نفسه لابوه. وكارل رغم انه بيمشي بالعافيه هيقرر يروح مع راسل في المغامره دي عشان ما يسيبوش لوحده. المره دي مش هيطيروا ببيت، ممكن يطيروا بمنطاد قديم او وسيله غريبه كارل مثلا يصممها في الغابه. يكتشفوا ان طائر النادر كيفن اللي ظهر في الجزء الاول في خطر حقيقي، لان في شركه ضخمه بتدمر البيئه هناك عشان تبني مشاريع. والصراع هنا مش هيكون مجرد اكشن، هيكون صراع اجيال بين كارل العجوز وراسل المراهق اللي فاكر نفسه كبر. والفيلم هيركز على لحظات الفراق والوفاء، وازاي كارل بيجهز راسل للحياه من بعده، وبيفهمه ان المغامره الحقيقيه هي انك تحمي اللي بتحبهم، وانها تكون مؤثره جدا، وبتسلم الرايه لراسل عشان يكون هو المستكشف القادم، مع وجود كوميديا صافيه من كلب دوج وولاده مثلا الصغيرين. ومحدش يتحمس، كل ده مجرد اوهام يعني. لو اتعمل جزء تاني بالطريقه دي على ما اظن هيكون احسن. بيكسر في الفيلم ده عملت رهان سينمائي مرعب وكسبته بجدارة. النص الاولاني من الفيلم مفيش فيه جمله حوار واحده مفهومه. عبقريه الفيلم انك بتتعاطف وبتعيط وتضحك مع روبوت مصدي وقديم. كل شغلته في الحياه انه بيكبس الزباله في كوكب الارض المهجور، ومع صرصار صاحبه. والفيلم لعب على مشاعرنا من خلال الوحده الشديده وشغف الروبوت ده بالحياه وافلام الاستعراضات القديمه. ولما نزلت ايف الروبوت المتطور، عشنا واحده من اجمل وانقى قصص الحب في تاريخ السينما. قصه حب مبنيه على لغه العيون الديجيتال والحركات البسيطه ومن غير كلام. النص الثاني من الفيلم صدمنا بالشكل البشر اللي بقوا كسالى وعايشين على كراسي طايره وما بصوش للسماء من سنين. لحظه عاطفيه اللي بتوجع لما اتفرمد شريحته وفقد ذاكرته في النهايه، وايف بتقعد تحاول تفكره بنفسه. لما بيمسك ايديها الذاكره بترجع له. والمشهد ده مع طريقه تفتيح العيون البشر على جمال الطبيعه والزرع عمل حاله وعي وشجن مش ممكن تتنسى. وليه الناس نفسها في جزء تاني؟ لان الفيلم قفل على لقطه الامل. البشر رجعوا الارض ومعاهم شتله زرع صغيره وبداوا يخطوا اول خطواتهم مع تراب بعد مئات السنين في الفضاء. الجمهور نفسه يشوف رحله اعاده الاعمار دي. احنا سيبنا البشر وهم مش عارفين حتى يمشوا على رجليهم، فازاي هيعيشوا؟ وازاي وايف هيكونوا هم المشرفين والملهمين للبشر عشان يبنوا كوكب من تاني؟ خلينا مثلا نتخيل الاحداث هتبدا بعد حوالي 50 سنه من العوده. الارض بدات تخضر تاني وبقت في مستعمرات بشريه صغيره قايمه على الزراعه، وبمساعده الروبوتات القديمه وايف بقوا زي الاثار الحيه او الابطال الاسطوريين لكوكب، عايشين مع بعض في سلام. بس الازمه هتيجي من الفضاء في سفينه بشريه تانية من السفن اللي تاهت في كون وقت الاخلاء هترجع للارض. بس البشر اللي عليها ما رحوهاش بنيه طيبه، دول راجعين بعقليه استهلاكيه وعايزين يسيطروا على الموارد الجديده ويدمروا طبيعه تاني، لانهم لسه عايشين في عالم التكنولوجيا الاعمى. والصراع هنا هيكون مثلا بين البشر اللي اتعلموا الدرس بمساعده وبين البشر المستهلكين الجداد. وايف هيلاقوا نفسهم في مواجهه مع ذكاء اصطناعي شرير وجديد مسيطر على السفينه الثانيه، مثلا حاجه شبه اوتو بس اشرس واقوى. والفيلم هيركز على فكره مثلا الجشع البشري في مقابل براءه الطبيعه. ايف وخوفهم على الارض اللي تعبوا عشان يحيوها. هنشوف مشاهد مؤثره جدا مثلا من وهو بيحاول يفكر البشر الجداد بجمال اللمسه الانسانيه والزرع والموسيقى، ويستخدم نفس الاسلوب البدائي بتاعه عشان يكسر التكنولوجيا اللي عمياهم. مونسترز INC او شركه المرعبين المحدوده. سيبك من فيلم الجامعه مونستر يونيفرسيتي لان ده رجع لورا ومحلش الازمه العاطفيه اللي سابها الفيلم الاول. ومونستر يونيفرسيتي ده اصلا بريكول، يعني احداثه قبل احداث الجزء الاول. شركه المرعبين المحدوده كانت فكرته عبقريه. الوحوش بتخاف من الاطفال وبتخوفهم بس عشان تاخد طاقه من صراخهم. بس القلب الحقيقي للفيلم كان العلاقه غير متوقعه بين العملاق الازرق طيب سولي وطفله البارعه في العياط والضحك بو. العلاقه دي اتبنت على الحنان الفطري. سولي اللي كان شغلته يرعب الاطفال. واستنى بس قبل ما تقول لي لا ده اسمه الشلبي، لا اسمه السولي، ده اسمه في النسخه الاجنبيه، فهمت؟ عشان ما لقاكش بس في كومنتات بتقول لي لا ده اسمه بو. المهم ان السولي لقى نفسه بيتحول لاب بيحمي الطفله دي من اندول وابو عنكبوت. وطبعا مشهد النهايه اللي دمر طفوله جيل كامل لما السولي اضطر يرجع بو لغرفتها، والشركه فرمت الباب الخشبي بتاعها حتت صغيره عشان ما تقفلش العالمين تاني.
تاني. مشهد سولي هو بيبص على الاوضه الفاضيه وبو وهي بتفتح الدولاب وما بتلاقيهوش وبتقول بو، ده مشهد يوجع القلب. ولما مايك اوزوسكي جمع حتة الباب في الاخر وسولي حط اخر حتة وفتح الباب وسمعنا صوت بو وهي بتقول بفرحة سولي، الفيلم قفل على وش سولي وهو بيبتسم وسابنا احنا متعلقين في الهوا ونفسنا نشوف وشها وردة فعلها. وليه الجمهور عايزين جزء تاني؟ عشان الاجابة على السؤال اللي شاغل بال ملايين من سنة 2001، اللي حصل لما سولي فتح الباب. هل بو كبرت وافتكرته؟ هل فضلت تزوره؟ والاهم من ده، عالم الوحوش اتحول لطاقة الضحك والجمهور نفسه يشوف ازاي العالم ده استقر وايه التحديات الجديدة اللي بتواجههم لو الاطفال ما بقوش بيضحكوا بسهولة زي زمان. خلينا بقى نبني سيناريو كده، وصدقني السيناريو ده هيعجبك جدا. الاحداث هتدور وبو بقت بنت مراهقة عندها مثلا 15 او 16 سنة، هي نسيت تفاصيل عالم الوحوش واعتبرتها احلام طفولة او خيال، بس لسه عندها ذكريات غامضة عن وحش ازرق كبير كانت بتسميه سولي. في نفس الوقت عالم الوحوش بيمر بازمة طاقة ضخمة لان اطفال الجيل الجديد بقوا قاعدين على الموبايلات والتكنولوجيا وما بقاش سهل تضحكهم بطريقة تقليدية. في طاقة الضحك بدأت تخلص والعالم مهددة اصلا بالظلام او التعفن الدماغي. سولي اللي بقى مدير الشركة بيقرر في السر انه يرجع يفتح باب بو عشان يشوفها ويطلب مساعدتها، او مثلا هي بالصدفة بتلاقي حتة من بابها القديم وتدخل عالم الوحوش وهي كبيرة. الصدمة هنا هتبقى عاطفية جدا. بو في الاول هتخاف ومقاطعة عالمهم، والسولي هيكون مصدوم ان الطفلة الصغيرة كبرت وما بقتش بريئة زي زمان وعايشة مشاكل المراهقة. الفيلم هيلعب على وتر الحنين اصلا لطفولة النوستالجيا. سولي ومايك هيحاولوا يرجعوا لبو روح البراءة اللي ضاعت منها بسبب ضغوط عالم البشر، وفي نفس الوقت بو هتساعدهم يفهموا عقلية اطفال الجيل الجديد وازاي يضحكوهم عشان ينقذوا عالم الوحوش. المشهد اللي بو هتفتكر فيه ذكرياتها القديمة بالكامل وتحضن سولي، ده لوحده مثلا ممكن يحطم ارقام قياسية في البكاء والدراما العاطفية الدافية. يا رب يعملوا جزء تاني ويشوفوا الفيديو ده قبل ما يعملوه. راتاتولي او الفار الطباخ. بيكسر في خلطبيطة بالصلصة زي ما بنقول عليه يعني بالمصري، عمل الطبخة السينمائية متكاملة الاركان. الفيلم ده مش عن الطبخ، ده عن المعافرة واثبات الذات ضد كل الظروف الممكنة. مين يصدق اننا نتعاطف ونشجع فار مقزز اصلا بالنسبة للناس لمجرد ان عنده الشغف حقيقي وحاسة تذوق فنان. المفارقة بين ريمي العبقري اللي محبوس في جسم فار ولينجويني الشاب الغلبان اللي ما بيعرفش يعمل حتى بيض عيون بس هو وريث المطعم، عملوا كوميديا ودراما رهيبة جدا. لكن الماستر بيس العاطفي في الفيلم ده واللي بيعتبر من اعظم مشاهد السينما هو مشهد الناقد الصارم انطون ايجو، الراجل اللي كلمة منه يقفل مطاعم. لما ده طبق الراتاتولي البدائي اللي ريمي طبخه، اللقطة اتنقلت بفلاش باك سريع لطفولته لما كان بيرجع زعلان وامه تعمله نفس الطبق بحنان فيبتسم. بيكسر هنا لخصت معنى الحنين وازاي الاكل او الفن ممكن يرجعك لطفولتك ويدايب اسود سنين في ثانية واحدة. مشهد النهاية ورسالة ايجو ان لسه كل شخص يمكنه ان يكون فنانا عظيما، ولكن الفنان العظيم يمكن ان ياتي من اي مكان، دي جملة تقشعر لها الابدان لوحدها. ولقينا نفسنا في جزء تاني لاننا سيبنا ريمي ولينجويني وكوليت وهم فاتحين مطعم صغير جديد اسمه لا راتاتولي بعد ما المطعم الكبير اتقفل بسبب الفيران. الجمهور نفسه يشوف ازاي ريمي هيعيش حياته كشيف رسمي مستخبي في مطعم ناجح. باريس مدينة الطبخ العالمية واكيد في طباخين ومنافسين تانيين هيكتشفوا السر، والجمهور عايز يشوف مواجهة جديدة على مستوى عالمي اكبر وصراع بين الطبخ التجاري والطبخ اللي طالع من الروح. والسيناريو مثلا الخيالي هي ان الاحداث هتبدا بعد كام سنة المطعم الصغير بقى اشهر مطعم في باريس وبيلجأ له مشاهير العالم. لينجويني وكوليت اتجوزوا وبقى عندهم طفل صغير، والطفل ده بيكبر وهو شايف ريمي كانه عمه او حتى من العيله. الازمه هتيجي لما تظهر مسابقه نجمه ماشيلان العالميه، دي حاجه كده زي النجمه اللي خسرها جوستو. يجي بقى طباخ ومفتش فرنسي مغرور وقاسي جدا، حاجه كده شبه جوردن رمزي في نفسه، ومصمم يثبت ان المطعم ده وراه خدعه ومستحيل يكون لينجويني هو العبقري ده. ريمي المره دي مش هيواجه التحدي لوحده، الفيران عيلته بداوا يتدخلوا في الشغل وعايزين يحولوا الطبخ البيزنس وتجاره سريعه عشان ياكلوا القبيله، وده يعمل صراع شديد بين ريمي وابوه واخوه ايميل. ريمي هيلاقي نفسه بمطرقه الحفاظ على فن الطبخ وسندباد حمايه عيلته من البشر اللي لسه بيطاردوهم. الفيلم مثلا ممكن يركز على علاقه ريمي بابن لينجويني الصغير وازاي ريمي هيعلم الطفل ده سر الصنعه والشغف. واللحظه المؤثره هتكون لما لينجويني يضطر يقف قدام العالم كله في المؤتمر الصحفي للمسابقه ويعلن السر بكل شجاعه عشان يحمي ريمي ويقول ان الفضل كله للفار الصغير ده. ونشوف ردة فعل المجتمع الباريسي الراقي. فيلم هيبان مليان روائع فرنسيه، دراما انسانيه ومشاعر دافيه عن الوفاء. واعظم لقطه مثلا لو خلوا النهايه ان ريمي يورث مهاراته كلها لابن لينجويني. ريس اوف ذا جارديانز. الفيلم ده من انتاج دريم ووركس، ورغم انه ما نجحش قوي في شباك التذاكر وقت نزوله الا انه مع الوقت بقى تحفه فنيه والجمهور اكتشف قيمته وعشقوه. الفيلم لعب على فكره
فكره عاطفيه وسحريه جدا، وهي الايمان والتصديق. احنا بنشوف اساطير الطفوله، بابا نويل، جني الاسنان، ارنب الفصح، وراجل الرمل كحراس بيحموا احلام الاطفال، وقوتهم جايه من ان الاطفال مصدقين في وجودهم. القلب النابض للفيلم كان جاك فروست، روح الجليد والمرح، الشاب اللي عايش في وحده قاتله لكرون، لان مفيش طفل شايفه او حاسس بيه وما يعرفش هو جه الدنيا ليه او كان مين قبل ما يبقى روح. الوجع العاطفي في الفيلم كان في مشهد لما جاك بيفتكر حياته البشريه وانه مات غرقان وهو بينقذ اخته الصغيره من تلج. اللحظه دي عرفته مركزه وقيمته في كون، وهي المرح والحمايه. ومشهد الاسطوري لما الطفل الصغير جيمي بيبص لجاك وفجاه يصدق ويشوفه لاول مره، نزل الفرحه والدموع في عيان جاك وهو بيقول انت شايفني. دي لوحدها لخصت معنى انك تلاقي مكانك في العالم بعد طول غياب وتهميش. وليه نفسنا في جزء تاني؟ وممكن نعتبرها انانيه لان انا نفسي في جزء تاني بصراحه، لان الفيلم سابنا وجاك فروست خلاص بقى حارس رسمي والاطفال بقوا بيحبوه، شايفينه عالم الاساطير ده وواسع جدا، والجمهور نفسه يشوف مغامرات جاك مع باقي الحراس، خصوصا الكيمياء الرهيبه والنقير اللي بينه وبين ارنب الفصح باني. الناس كمان عايزه تشوف ازاي جاك هيتعامل مع اطفال الجيل الجديد اللي بيكبروا بسرعه وبيفقدوا براءتهم وسحر طفولتهم بسبب التكنولوجيا وضغط العالم الحقيقي. السيناريو الوهمي ان السنين مرت والاطفال في العالم ما بقوش بيحلموا زي زمان. بلاك شرير الجزء الاول اللي بيمثل الخوف والظلام هيرجع، بس المره دي مش لوحده، هيتحالف مع روح شريره جديده بتمثل اللامبالاه والسخريه او فقدان الامل، والروح دي بتستهدف الاطفال اكبر سنا للمراهقين عشان تخليهم يعيشوا في كآبه وظلمه. بابا نويل وباني مش هيعرفوا يتعاملوا مع جيل المراهقين ده لان اساليبهم قديمه وبتخاطب الاطفال الصغيرين بس. الوحيد اللي هيقدر يسد الفجوه دي هو جاك فروست لانه اقرب لسنهم وروحهم المتمرده. جاك هيخوض رحله شخصيه عشان ينقذ طفل مراهق معين، ممكن يكون جيمي بعد ما كبر ودخل في مرحله اكتئاب ونسى الحراس. الفيلم مثلا هيركز على مرحله النمو، ازاي بنكبر وما نفقدش الطفل اللي جوانا. المشهد هتكون اثريه ومبهره جدا وسط تلوين والجليد، والدراما هتكون في محاولات جاك المستميته عشان يرجع الامل لشاب يائس ويفهمه ان النضوج مش معناه انك تقتل خيالك وبراءتك. النهايه هتكون ملحميه وفلسفيه جدا عن مواجهه مصاعب الحياه بقلب طفل. تنجلد اكتر فيلم اكيد كلكم متحمسين نتكلم عنه. ديزني هنا عملت خلطه عبقريه، اخذت قصه الاميرات التقليديه بتاعت روبانزل وشقلبتها عشان تخليها قصه مليانه حيويه. الفيلم ده بيعلمنا معاناه بسبب الصراع النفسي اللي فيه. احنا مش بس بنشوف بنت شعرها طويل محبوسه في برج، احنا بنشوف بنت بتعاني من تاثير نفسي وسيطره من الست جوتل اللي فهمتها ان العالم بره مرعب وانها بتعمل كل ده لحمايتها. وملايين من الشباب والبنات حسوا بالمعاناه دي في حياتهم الحقيقيه مع ضغوط الاهل او مثلا المجتمع. والقلب النابض للفيلم هو الشغف، حلم روبانزل الصادق والنقي انها تشوف الاضواء طايره في يوم ميلادها. ولما هربت مع الحرامي اللي انا بحبه جدا فلين رايدر او يوجين، عشنا معاهم رحله اكتشاف الذات. وطبعا مشهد الفوانيس المضيئه في وسط البحر واغنيه اي سي ذا لايت يعتبر من اعظم واجمل المشاهد الرومانسيه والبصريه في تاريخ السينما كلها. انا واحد مش بحب الرومانسيه وبعتبرها حاجه بيض وكرنج في معظم الاوقات، بس المشهد الوحيد اللي ممكن اشفع له هو المشهد ده. بس مشهد بيحسسك بالدفء والامل والحريه. وطبعا اللحظه اللي يوجين بيضحي فيها بحياته وبيقص شعرها عشان يحررها من جوتل ودموعها اللي رجعت له الحياه، دي لقطه بتلعب على المشاعر والعاطفه من الدرجه الاولى. وليه الناس، الجمهور، انا، الشركات، التلفزيون بتاع الفلوس تعمل تحت البيت، كل الناس نفسها في الجزء تاني. انا عارف ان نزل له مسلسل رسوم متحركه قصير، بس تجربه السينما بانتاجها الضخم وال3 دي المبهر ليه طعم تاني خالص وما اخدتش حقها كفيلم سينمائي طويل يبقى ليه جزء تاني. الجمهور نفسه يشوف روبانزل ويوجين في حياتهم الجديده جوه القصر كملك وملكه مستقبليين. روبانزل عاش 18 سنه محبوسه في برج، ويوجين عاش طول عمره حرامي وصعلوك. ازاي الاتنين دول هتأقلموا مع حياه القصور والمسؤوليه والبروتوكولات؟ الاهم من ده شعر روبانزل السحري الذهبي اللي اتقص. هل السحر ده اختفى تماما من دمها ولا لسه في اسرار تانية مرتبطه بزهره الشمس السحريه؟ والاحداث الوهميه انها ممكن تبدا بعد كام سنه من جوازهم. روبانزل ويوجين بقوا بيديروا المملكه وحياتهم مليانه كوميديا بسبب عدم تعودهم على عيشه الملوك. يوجين لسه بيحب يهرب من الحراس، وروبانزل لسه بتحب تمشي حافيه في القصر. لكن الازمه الكبيره هتبدا لما تظهر مملكه تانية مجاوره. المملكه دي قايمه على السحر القمر اللي هو مثلا عكس سحر الشمس اللي اخدته روبانزل، والملك بتاعها شخص غامض وعايز يسيطر على سحر روبانزل لانه مؤمن ان السحر اللي لسه عايش جواها وما ماتش بقص شعرها. المملكه بتتعرض لتهديد وضلمه شديده بسبب سحر القمر، وروبانزل بتكتشف ان جواها طاقه كامنه بتظهر لما تقع في خطر. بس المره دي السحر مش في شعرها، السحر بقى في روحها ونورها الداخلي. يوجين هيرجع تاني لمهاراته القديمه كحرامي ومستكشف، وهياخدوا رحله طويله بره المملكتين مع الحصان العبقري ماكسيموس والحرباء باسكال عشان يدوروا على منشأة السحر الاصلي الشمس
الشمس والقمر ويصلحوا العالمين. الفيلم مثلا ممكن يلعب على فكره الثقه والايمان، ازاي روبانزل ويجين بيحموا بعض في مواجهه مسؤوليات اكبر بكتير من مجرد الهروب من برج. هنشوف مشاهد دراميه مؤثره جدا ليوجين وهو خايف يفقد روبانزل تاني، ومشاهد لروبانزل وهي بتواجه مخاوفها القديمه من الحبس والسيطره، انها تكون ملحميه ببصرات مذهله تدمج بين نور الشمس وضلمه القمر مع اغاني جديده تلمس المشاعر وتفكرنا بالحب الصافي اللي بدأ في البرج القديم. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. عارف ان كل دي كانت توقعات كده وهميه، بس لو عجبتك انزل قول لي في الكومنتات. وفي حاجه برضو لو انت وصلت معايا هنا النهايه اتمنى يعني انك تعملها، لان كده انت من جمهور المخلصين، وهي انك تعملي فولو على الانستا. هسيب لك الرابط تحت في التعليق المثبت، انا هسيبه في التعليق المثبت مش الوصف، لان نحن نختلف عن الاخرون. كان معاك ابراهيم او فريزلك في حفظ الله.